انت دلوقتي مسافر شهر او شهرين اسبوع او سنه وعايز تخزن الموتوسيكل بتاعك بطريقه صحيحه، فانا احمد السويسي وفي حلقه النهارده هعرفك ازاي تعمل ده بشكل علمي. اول حاجه يا صديقي لازم ناخد بالنا منها هي الغسيل، انك تغسل الموتوسيكل بتاعك بميه وصابون وتنشفه كويس جدا وترش على الاجزاء المعدنيه اللي انت بتطولها بايدك دبليو دي 40. والدبليو دي 40 علشان يمنع ان الحديد ياكسد ويصدي معاك، وتغطي الموتوسيكل بتاعك بغطا ووتر بلوف مش قماش علشان ما يلمش اتربه، والاتربه على الحديد بتساعد على عوامل الصدى. تاني حاجه يا صديقي ودي اكبر خرافه انا شفتها في حياتي، الناس بتقول لك فضي التانك من البنزين، وده اكبر غلط انت ممكن تعمله، لانك لو فضيت التانك من البنزين انت كده ساعدت على عوامل ان التانك يجمع قطرات ميه وترجع تلاقي التانك صدى بالكامل. فانت المفروض تبقى مفول الموتوسيكل بتاعك قبل ما تركنه. ثالث حاجه يا صديقي وهي زيت الموتور، لو انت حطيت الزيت بتاعك وميعادك انك تغيره 1000 كيلو متر ومشيت على الزيت 300 كيلو متر وناوي تركن الموتوسيكل، فغير الزيت وخلي الموتوسيكل راكن بالزيت الجديد، لان الزيت القديم هيبقى اشتغل وهيبقى خلاص امتص الرواسب والشوائب من الكيلو متر القديم، فالرواسب والشوائب دي لو تراكمت لفتره طويله جدا جوه الموتور تاكسد على موتورك وتتسبب في اذى الموتور وانت جاي تشغله بعد ما رجعت من سفرك وحمد لله على السلامه. البطاريه بقى ودي اهم حاجه في الموتوسيكل، لازم تحل البطاريه وتشيلها في مكان بعيد ولا بتطول الشمس ولا بتطول البرود. سلام لو كان امكن كل 5 ايام حد من قرايبك او صحابك خد البطاريه وركبها في الموتوسيكل ودور الموتوسيكل 10 دقائق. الكاوتش بقى ودي اللي هتسمع فيها هبد كتير جدا، ولكن انا جبت لك الخلاصه العلميه. حاول ترفع الموتوسيكل على ستاند ويبقى الفردتين مش طايلين الارض، وتفضي الفردتين من الهواء تماما وتنشف الفردتين لان بيبقى فيه قطرات ميه من الهواء وبس كده. طبعا زي ما قلت لك يا صديقي غطي الموتوسيكل بغطاء ووتر بلوف ما يبقاش قماش، كمان اطمن ان الموتوسيكل في مكان امن ولا بتطول الشمس الحاده ولا بتطول البروده. بس كده يا صديقي تبقى خلصت حلقتنا النهارده، وكالعاده احنا دايما بنجيب معلوماتنا من مصادر موثوق منها ومعلومات علميه متجربه على ارض الواقع ومذكوره في الكتب والكتالوجات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير لصاحبك علشان صاحبك يستفاد، وكالعاده انا احمد السويسي، كل يوم فيديو جديد عن عرض جديد ومعلومه جديده، فعشان يوصل لك كل جديد اعمل لنا اشتراك في القناه. سلام.